تعالوا نعمل مع بعض سندوتشات الكريب المشوية، سهلة وبسيطة. الفكرة كلها في الحشو اللي ممكن تنوعوه وتعملوه زي ما تحبوا. تنفع للفطار، تنفع للعشاء، تنفع لما يكون عندنا ناس أصحابنا جايين يتفرجوا على الماتش. في منتهى الجمال. الكريب كله هيتعمل في الخلاط. 4 بيضات هنحطها ومعاهم كوباية كبيرة من اللبن وكوباية من الدقيق، عليها رشة ملح. اضرب كله مع بعضه، وبعدين معلقتين من الزبدة السايحة. صفوا الخليط الأول كويس، وبعدين لازم يبقى رايق وحلو كده اهو. طاسة سخنة ومدهونة، حطوا كبشة من الخليط ولفوه كده اهو لحد لما يبقى متساوي خالص. وبعدين لما تيجوا بقى تقلبوه يبقى حلو كده وجميل. الكمية تعمل حوالي 8. حمروا كمان بطاطس، عايزين تحمروا بتنجان، وعندنا الخيار المخلل اللي عملناه، جبن، لبنة، مايونيز. احشوا بقى اللي انتوا عايزينه. هنا هحط بطاطس، وهحط جبنة شيدر مبشورة، هحط الخيار المخلل اللي انا عملته، هحط المايونيز مثلا والفها بالمنظر ده واحطها على الجريل. هنا عندي تومية، وعندي بطاطس برضو، وعندي هنا قطع من البتنجان، وعندي الخيار المخلل. ممكن كمان عملت واحدة على فكرة بحشوة البسطرمة والأجبان، كانت جميلة جدا. هنا بقى حطيت الجبنة وحطيت البتنجان وحطيت الخيار المخلل وحطيت الموتزاريلا الكور الحلوة الطازة دي، في منتهى الجمال، بتبقى حلوة قوي. كله بقى يتحط على الجريل، ياخدوا بس لون كده اهو، وعيشوا بقى ألف هنا وشفا.